ايه القمر ده، ايه الجمال ده، ايه الكنافة اللي بالمانجا دي؟ كنافة غرقانة بالمانجا والكريمة، طعمها حكاية بجد، حلوة قوي. انا عملتها كذا مرة ما طلعتش معايا بالجمال ده. بجد المرة دي حلوة قوي قوي قوي، تستحق مليون لايك. لو لسه ما اشتركتش في القناة يا ريت تشتركوا. ومش هقول لكم المرة دي بقى لو الفيديو عجبكم، لان الفيديو ان شاء الله بجد هيعجبكم جدا. الطريقة حلوة جدا، تفاصيلها لو عملتيها بالتفاصيل زي ما انا عاملاها كده بالظبط هتطلع تحفة وروعة، واحسن من اشهر محل بيعمل حلويات. بجد كان طعمها يجنن. تابعوني لاخر الفيديو وشوفوا التفاصيل بالظبط، وشوفي عملت الفيديو ازاي. عملت الكنافة ازاي بالمانجا، وطلعت طعمها حكاية. شايفين الجمال والقمر، شايفين الطبقات. طعمها حلو قوي ومقرمشة، مش معجنة الكنافة، مش معجنة الكنافة، كريسبي مقرمشة كده. طعمها جميل حلو قوي. تابعوني لحد اخر الفيديو. لو لسه ما اشتركتوش يا ريت تشتركوا. وان شاء الله الفيديو هيعجبكم وهتعملوا له لايك، وعايزه الفيديو يبقى ليه لايكات عاليه جدا. ويلا بينا نخش على الطريقه بالتفصيل. هنجيب نص كيلو كنافة. يستحسن يكون محطوط في الفريزر ونطلعه نكسره كده بيتفتفت معانا بسهولة. بس ده ما كانش محطوط في الفريزر، فعادي قعدت اقطعه كده بايدي وبالمقص، وفتفته برضو قطع صغيرة في الاخر، وجاب معايا نفس النتيجة، مفيش مشكلة. بس يعني الاسهل ان هو يكون محطوط في الفريزر وبنطلعه فبيكسر معانا بسهولة جدا. هنجيب كوباية من السمنة متسيحة، بس ما تكونش سخنة، تكون متسيحة بس، ونحطها على الكنافة كده ونوزعها كويس. ونخلطها كده بإيدينا كده، طبعا مش هتتخلط كويس بالمعلقة، فهخلطها كويس بإيدي كده، أوزع السمنة فيها كويس جدا عشان كل قطعة من الكنافة أو كل فتفوتة كنافة كده تبقى واخدة سمنة، عشان كلها في الآخر تاخد لون معانا حلو جدا. أنا عايزة الكنافة تاخد لون ذهبي حلو قوي، فعايزة أوزع السمنة فيها كويس جدا. بعد ما هوزع السمنة فيها كويس هحطها على النار. انا ما حطيتش سكر في الكنافة دلوقتي، انا حطيت سمنة بس. السكر بيخليها تاخد لون بسرعة وتتحرق مننا لو انا مش واخدة بالي منها. وبتاخد لون كده ايه ساعات محروق سيكا، يعني هو الاحسن ان انا احط سمنة وكنافة بس، وافضل اقلبها. الطريقة دي ممكن تقفي شوية كتير على النار وانتي بتقلبيها. لو تستصعبي الموضوع ممكن ندخلها في صاج في الفرن، نكون فردينها كويس جدا على الصاج كده، ونخرجها كل ما تاخد لون من الناحية دي نكسرها وندخلها تاني. انا الصراحة عملتها على البوتاجاز، يعني ما خدتش وقت طويل قوي يعني. وعقبال ما هي تاخد معانا لون على البوتاجاز، انا كان عندي منجايتين كده في الفريزر، طلعتها ضربتها. انا عايزه عصير مانجا بيوريه تقيل صافي مفيهوش ميه خالص. دي المانجا شوفوا خدت معانا اللون الحلو ده، سوري الكنافه خدت معانا اللون ذهبي حلو جدا، كلها لون واحد مش واحده وواحده. حطيت عليها 4 معالق كبيره سكر بودر، مش هحط شربات. طب ليه ما حطيتش شربات؟ الشربات هيخليها تتكتل وتبقى كتله واحده، فما اجي افردها في الصينيه هتبقى مكتله، او قطع كبيره مكتله كده مش هتبقى حلوه. الاحسن ان انا احط عليها سكر بودر، هيدينا التسكيره والحلاوه، هيحليها، وفي نفس الوقت مش هيخليها مكلكعه في الصينيه. فما نحط الشربات، نحط سكر بودر. خلاص انا حطيتها وسبتها على جنب تبرد. هنعمل بقى الكريم شانتيه. هنجيب كوبايتين كريم شانتيه، نتاكد انه يكون نوع كويس، ونحط، انا جايباه خام مش حاطه عليه سكر، فانا زودت عليه 3 4 معالق سكر. حطيت كوبايتين كريم شانتيه عليهم 4 معالق سكر، وحطيت كوبايه ميه، ما حطيتش لبن، أنا مش محتاجه لبن في الوصفه. حطيت كوبايه ميه ساقعه متلجه جدا عشان يعمل معانا بسرعه فوم ويبقى كويس. بعد ما عمل معانا الفوم بالشكل ده، انا كنت ضاربه معاكم في الخلاط عصير مانجا بيوريه معلهوش ميه. هاخد منه كوبايه احطها على الكريم شانتيه عشان طعم الكريم شانتيه نفسه يبقى فيه طعم المانجا. العصير المانجا ده ولا عليه سكر ولا عليه ميه، والمانجا فيها مزازة بسيطة كده عشان تعادل معانا التسكيرة بقى بتاعة الحلاوة بتاعة الكنافة مع الكريم السكر بتاع الكريم شانتي. فالمانجا تدي كده مزازة كده جميلة تعادل معانا الطعم. تمام. خلاص انا كده عملت كريم شانتيه، هسيبه في التلاجة يريح. والكنافة احنا عملناها وسيبناها بره تبرد. هنقطع بقى المانجا اللي هنحطها على الكنافة. انا قلت لكم نحط كريم شانتيه يريح، لا هو نحطه في التلاجة يسقع يجمد سقعيته يعني، سوري. هنطلع بقى نجيب مانجايه حلوه كده، دي مانجا نعومي او مانجا اي نوع مانجا، يكون قطعه المانجا جواه كده قطع، نعرف نقطعها، نعرف نقطع منها قطع. فهو افضل نوع النعومي يعني الموجود دلوقتي حاليا في السوق. لو في انواع تانية مفيش مشكله، اي نوع مانجا نعرف نقطعه قطع كده نجيبها ونقطعها كده زي ما انتم شايفين كده.
عشان خاطر هنحطها بقى في الكنافة. هنحط بقى على وش الكنافة، وهنحط في نص الكنافة، وهنملى الكنافة بالمانجا. مش هي كنافة بالمانجا، عايزين نملاها بالمانجا. زي ما انتم شايفين كده، قطعت المانجا خلاص كلها، وبتاكد بس ان مفيش حاجه فيها معموله. هجيب بقى طاجن بايركس او اي حاجه، عايزين تعملوها في كاسات اعملوها، عايزين تعملوها في صينيه بايركس كده كلها على بعضها، اعملوها زي ما تحبوا. هنفرد طبقه من الكنافه في الارضيه بتاعه الطاجن. الكنافه طبعا بارده عشان الكريم شانتيه ما يسيحش، يعني هو الكريم شانتيه ملحقش يمسك قوي، بس انا مش عايزاه يبقى ماسك جامد زي بتاع التورته. انا عايزاه برضو يبقى اللي هو ايه، سلس خفيف كده شويه. هنفرد الاول طبقه من الكنافه، تاني طبقه من الكريم شانتيه، تالت طبقه من المانجا، نحط قطعه من المانجا كده في النص برضو. بعد كده نرجع نحط تاني طبقه من الكنافه، وبعد كده طبقه من الكريم شانتيه. زي ما انتم شايفين كده، شايفين لون الكنافه طالع حلو قوي ازاي وجميل. لونها كمان كان تحفه، وطعمها والله العظيم رهيب. السمنه بقى البلدي ريحتها مع الكنافه كانت رهيبه، حلوه قوي قوي. انا جعت وعايزه اكلها تاني والله. هنفردها كده ونوزعها كويس. وشايفين حلوه ازاي ومفتفته. لو كنا حطينا عليها الشربات كانت هتبقى مكلكعه، ولو كنا فردناها في الصينيه كانت هتبقى برده مكلكعه، ما كانتش هتبقى حلوه كده. هننزل بقى الكريم شانتيه عليها زي ما انتم شايفين كده. انا قصدي ان انا اعمله خفيف، هقول لكم ليه دلوقتي. تمام، هحطه في التلاجة يمسك شويه. هنجيب كيس جيلي مانجا، اي نوع بقى، اي شركه، انا جبته دريم مهم يعني. هنفضيه في طبق كده، ونحط عليه نص كوبايه ميه مغليه ندوبه فيها. لازم الجيلاتين يتدوب في ميه سخنه. هندوبه كويس جدا كده، مش هنحط سكر ولا اي حاجه، هو هندوبه زي ما هو كده. بقيت بقى عصير المانجا اللي احنا كنا عاملينه هننزله هنا دلوقتي على الجيلي، عشان نخلطه بقى كده بالجيلي المانجا عشان يديله طعم كده جميل. هنقلبه كويس جدا. نخلط الجيلي كويس جدا مع عصير المانجا. هنطلع بقى الصينية تاني من التلاجة، وهننزل بيها على وشها الطبقة دي. انا قصدي ان انا ادخلهم، انا كنت عايزة ادخلهم يعني بشكل منظم، بس عادي مش مشكلة. انا قصدي اخلط الكريم شانتيه في الجيلي، بس مش اخلطهم خلط مباشر، يعني زي ما انتم شايفين كده، اللي هو زجزاج كده. بس هي ما جاتش معايا مظبوطة قوي، بس مش مشكلة، طلعت تحفة برضو. نزينها بقى باي حاجه كده من على الوش. طبعا الجيلي لازم يتحط في التلاجة مش اقل من ساعتين 3 عشان خاطر يمسك يعني. ونوزع برضو على الوش مانجا تاني، بقيه المانجا اللي احنا كنا مقطعينها هنوزعها تاني على الوش. وهندخلها بقى التلاجة تقعد لها ساعتين 3 كده، لحد ما طبقه الجيلي مع الكريم شانتيه يختلطوا ببعض. هما كده اختلطوا ببعض خلاص، بس يمسكوا بقى كده شويه. وطلع طعمها رهيب رهيب. جميلة الجيلي مع الكريم شانتيه، مدين كده طعم جميل. انا مش بحب الجيلي يبقى صريح كده، لا انا مش بحب طعمه كده. فانا قصدت ان انا اخلطه مع الكريم شانتيه عشان يدي طعم جميل. بس وادي شكلها بعد ما طلعت من التلاجة، ولا انا والشفا.